فلذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كلام آخر يقول: فبعث إليهم رسله وواطر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. ولم يخل الله أمة من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة بالغة أو محجة قائمة. لاحظ، قل هؤلاء الأنبياء منهجهم هداية الناس، فلما جاءوا إلى الدنيا، ليش جاءوا إلى الدنيا؟ جاءوا إلى الدنيا لهداية الناس. لكن هل وجد البشر على هذه الأرض وهم ما عندهم توحيد وما عندهم عبادة لله؟ أبدا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة، على فطرة الإيمان وعلى فطرة التوحيد وعلى فطرة المعرفة، وأخذ منهم الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في رواية: يولد كل مولود على الفطرة ووالداه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يسلمانه. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن الإنسان الذي ولد على فطرة التوحيد والمعرفة لما جاء إلى هذه الدنيا وتعرض إلى عالم المادة وتعرض إلى قاذورات المادة نسي الهدف الذي خلقه الله جل وعلا لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذا الأنبياء وظيفتهم ماذا؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته. أنتم في الميثاق الله عز وجل أخذ الميثاق منكم، العهد منكم، ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ. الرسل بلغت، أنزلت كتب، القرآن، الزبور، الصحف، التوراة، الإنجيل، ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. يذكروهم ويثيروا لهم دفائن العقول.